لطالما كانت صوت الشعبي الصحراوي المكافح والصوت الأنيس للمقاتل الصحراوي في جبهات القتال خلال مرحلة الكفاح المسلحة، حيث دشن رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة الأخ إبراهيم غالي رفقة أعضاء من الأمانة الوطنية والحكومة والمجلسين الوطني والاستشاري لجانب الأسرة الإعلامية المقر الجديد للإذاعة الوطنية للجمهورية الصحراوية. الحفل طبعته جولة للمقر الجديد الذي يحتوي على 3 استوديوهات للبث، قاعة للتحرير، دار موقع للإذاعة عبر شبكة الإنترنت، مديرية تقنية وورشتين للصيانة، أين تلقى الوفد شروحا حول طبيعة العمل ووقف على البث الحي للإذاعة الذي انطلق رسميا من مقر الجديد. مدير الإذاعة الوطنية الأخ البشير الضيف أكد خلال حفل التدشين على أنه ورغم قلة الإمكانيات استطاعت الإذاعة الوطنية قطع شوط كبير في تطوير الأداء الإعلامي. نهنوا شعبنا ونهنوا جميع وسائطنا الإعلامية بتشييد هذا الصرح اللي لا شك عنه له عود مكمل للوسائط الإعلامية الأخرى. ولا ننسى أن في شهر 12 الماضي 28 ديسمبر خلدنا حتى نحن ذكرى 45 لتأسيس الإذاعة الوطنية. سدد الله خطانا وخطاكم بما فيه مصلحة الشعب. استطاعت الإذاعة الوطنية منذ 45 سنة على تأسيسها أن تكون الصديقة الوفية للشعب الصحراوي، وذلك لما قدمته هذه الوسيلة الإعلامية من مجهودات جبارة، كونها جسرا يربط الجسم الصحراوي أينما تواجد.